السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بولوبيف جميل قوي، بدل ما نشتريه غالي من بره تعالي نعمله في البيت ونوفر. شايفة جميل قوي ازاي؟ انا مش حاطاله لون ولا حاجة، انا عاملاه بحاجات طبيعية. ده بولوبيف لحمة. هتحضري يا ستي معايا بسم الله الرحمن الرحيم. هتحضري نص كيلو لحمة مفرومة، انا جبتها زي ما هي كده، قطعها لي جزر وفرمتها في البيت، وجبت حتتين دهنه زي ما انت شايفه كده. حبيتي تجيبيها مفرومه جيبيها، وبعد كده هفرمها في الكبه. قطعتها زي ما انت شايفه كده وهفرمها في الكبه. وحضرت معلقه جيلاتين احطها في ربع كوبايه ميه، ده جيلاتين نباتي. ادوبها كده لحد ما افرم اللحمه. خلاص احنا دوبناها كده، خلاص هنسيبها. وحضرت بنجرايه صغيره بشرتها او نص بنجرايه، وحضرت فلفل اسود وبهارات وفصين حبهان ورقتين لورو، وحضرت بصله صغيره وفصين توم وبلح جوز الطيب وفلفل اسود. دي المقادير اللي انا هحطها للبلويف. هاخد بقى فصين التوم والبصلايه افرمهم مع اللحمه في الكبه. خلاص اتفرموا زي ما انت شايفه كده بالدهنه. لما تيجي تعمليها بقى تجيبيها فيها شويه دهنه كده تبقى دسمه. الجيلاتين خلاص احنا دوبناه، شرب الميه بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اجيب حله واحط فيها معلقه سمنه واحطها على النار، واروح حاطه فيها اللحمه اللي انا فرمتها تتشوح، اشم ريحتها كده، تاخد تقليبتين كده على النار. بعد كده اروح حاطه لها بقى التوابل اللي انت شفتيها بقى، التوابل اللي انت شايفاها دي. طبعا هاخد بلح جوز الطيب ابشرها، واحط بقى الفلفل الاسود والبهارات والحبهان وبلح جوز الطيب وورق اللورو وبهارات اللحمه. طبعا مش هحط الملح دلوقتي، قرب ما تيجي تستوي هبدا احط لها معلقه ملح. هقلب فيها كده تاخد تشويحتين زي ما قلت لكم، كام تشويحه كده اشم ريحتها، واروح حاطه البنجر. حبيتي تستخدمي لون براحتك، اللي هو اللون الطعام الطبيعي، حبيتي تستخدميه. انا استخدمت بنجر. وجبت كوبايه ميه وحطيتها على اللحمه، وغطي النار قوي تستوي. هي كده خلاص قرب ما تستوت حطيت بقى الملح، استوت معايا قرب يعني ما استوت، رحت حاطه الملح بعد ما وطيت النار قوي. هتتشرب كده من الملح. وابدا بقى كده، انا طفيت عليها. شايفه انا عايزاها مسقسقه، يعني فيها شويه شوربه كده، تبقى مسقسقه كده، يعني اما تبقاش ناشفه، فيها شويه شوربه. واستنى بقى لما تبرد تماما. طبعا اشيل ورق اللورو منها، اللي هشيله بس ورق اللورو منها، لكن الحبقان خلاص استوى بقشره كله، هيتضرب معاها مش فارق. اخد بقى اللحمه واحطها في الكبه تاني، واروح ضربها مع الجيلاتين. شايفينها ضربتها كده خلاص. ابدا بقى اجيب علبه وافضيها فيها زي ما انت شايفه كده، واسويها كويس واحطها بقى في التلاجة في الفريزر تجمد. هتاخد معاكي كام ساعة كده تجمد. ابدأ بقى اشيلها واروح اقلبها زي ما انت شايفة كده، تتقطع معاكي بسهولة وجميلة وهتبقى موفرة. شايفة مدياني قد ايه؟ من نص كيلو لحمة ما شاء الله. والقطعية القطعة تخينة مش صغيرة. بعد كده بقى لما تبقى حابه تعمليها بقى تحطيها على النار، تديها تشويحتين. هي كده كده اصلا مستويه، بس عايزه بقى تديها تشويحتين بالبيض تبقى جميله قوي، او بقوطه او بصلصه، الطريقه اللي تعجبك اعملي بيها. طبعا احنا المدارس اشتغلت اهي، هنحتاج الحاجات دي للولاد. سندوتشات للمدارس، فطار، غدا، عشاء، حلوه جدا وجميله.
وبالهنا والشفا.